السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نفصل لكم قندوره للرجال. غتكون الفصله ديالها باينه وواضحه باش غادي تتعلموا مني كيفاش غتكون الفصله سهله ومهله. حيت كنت عملت واحد الفيديو قبل على القندوره للرجال، وشحال الناس كيتسائلوا علاش ما كيعملش الصوت. انا كنت عملت الصوت ولكن ما تسجلش. والان ان شاء الله تابعوني وعملوا لايك والمتابعه ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم. هنا من بعد ما نزلنا الاثواب على بعض، يعني اثنين على بعض مقسومين على اثنين، يعني الظهر والوجه. ثم غادي نبداو في المقاسات. هنا عندنا عرض القندورة 36 حسب المقاس ديال الرجل. والآن غادي نمشيو باش غادي نزيدو نثبتو على القياس اللي غادي نديروه. دابا غادي نقيسو المادة غالبا كتكون 70 75 72 من الرقبة إلى المقاس فوق الكفين ب20 سنتيم أو فوق الكفين تكون القندورة. وعرض الكم 20 21 حتى 22. نرشم الطابشور ثم نقطع بالمقص المادة، طول المادة، ثم غادي نقيسو. تأكدوا من الوسع. في الأسفل الطول غالبا يكون 40. ثم نبدأ بقص الثوب من الأسفل إلى الصدر. تابعوا معي للصدر، يعني المقاس الصدر كان عندنا 35 36. وندور كالدائرة أو المنعرج تحت اليد إلى رأس الكم. والآن سنقص على الكتف من أطراف اليد إلى العنق، نسميها المادة. إذا كنتم تلاحظون هناك سنتيمين غادي نحيدوها من الكسدة الأمامية. تحت اليد لتكون الفصالة هي هذيك ممتازة دائما حسب النظر. وهنا نرشم 40 سنتيم، ثم نرشم الجيوب فيها 15 سنتيم لكي يدخل اليد. سنقص الرقبة غالبا 12 سنتيم.
حسب عمق الرجل، إما يكون عمق كبير أو صغير. الأحسن يكون ما يكونش كبير بزاف. سبعتاشر سنتيم، 15 سنتيم، 15 سنتيم في الغالب. ثم سنفتح الأمام واجهة القندورة. بالتأكيد الظهر سيبقى مسدود، الظهر سيبقى مسدود. يا صباح على خير. والآن نقيس طول القندورة. في الغالب متر واثنين وأربعين، 45 طول، متر 45، متر واثنين وأربعين. وتبقى 10 سنتيم، 9 سنتيم، يعني العطفة أو ثنية ديال القندورة. ثم نرسم الفتحة، نرسم الفتحة الفتحة غالبا تكون في الأمام، الجناب يكونوا مشدودين. وانظروا معي هذا الظهر، كيف ظهر القندورة كيف هو. شكرا على تتبعكم، وهنا سأقطع الجيوب فقط. الجيوب باش تغلف الجيب ديال القندورة، اما تعمل تليفون ولا مفاتيح. كما شفتوا معايا الفصالة ديالها سهلة، غير خصكم تعاودوا الفيديو تشوفوه مرة ثانية وتأكدوا الفصالة ديالها، وتكون سهلة ان شاء الله. كلشي غادي يقدر يفصلها. دابا غادي نلصقهم بالخلال او